مرحبا أعزائنا المتابعين، عدنا إليكم ببرنامج جديد سنتحدث فيه عن العقد الاجتماعي، وذلك خلال سلسلة من البرامج سيتم عرضها بشكل متواصل. ولكن في البداية علينا أن نتعرف على ما هو العقد الاجتماعي. العقد يعني الاتفاق الإرادي والتسوية الطوعية بين الطرفين، ويعني أن يفي كل طرف من الأطراف بالجزء الخاص به من الوعود والقرارات التي تم التوصل إليها من أجل عمل مشترك وغرض مشترك، وذلك من أجل الالتزام بالقرارات المتفق عليها. يمكن إبرام العقود بين الأفراد والفئات الاجتماعية، وكذلك العقود الاجتماعية التي تشمل جميع الأفراد وشرائح المجتمع. ولذلك عندما يتفق جميع الأفراد وشرائح المجتمع طواعية على الالتزام بالقواعد والقوانين الاجتماعية المنصوص عليها في نص مكتوب حول هدف مشترك، على أنهم سيتصرفون وفقا للالتزامات والواجبات والحقوق والتخويلات المنصوص عليها، فإن هذا يسمى عقدا اجتماعيا. يعود تاريخ العقود الاجتماعية إلى العصور القديمة، فهناك قوانين محفورة على الألواح والصخور في العصور السومرية والأكادية والبابلية. كان لدى السومريين قوانين أورامو أورجيكانا، ولدى البابليين قوانين حمورابي الشهيرة. يقال أن أورجيكانا هي إصلاح المجتمع، ومع ذلك لا يمكننا أن نطلق على هذه القوانين اسم العقود الاجتماعية، فهذه القوانين قواعد فرضها الحاكم من جانب واحد على المجتمع باسم الآلهة. ليس للمجتمع أي رأي أو مشاركة أو تدخل هنا، فالمجتمعات في نظر الحكام هم قطعان من الأغنام التي يجب أن تساق. المجتمعات ملزمة فقط بتنفيذ الأوامر الصادرة باسم الإله. إن أول القوانين الجادة التي تشبه العقود، على الرغم من أنها تستند إلى المصالح الطبقية والتي تعبر عن مساواة محددة بين الشرائح الاجتماعية، هي قوانين صولون التي تطورت في أثينا خلال حقبة صولون في أثينا عام 594 قبل الميلاد، حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطبقة الأرستقراطية والشرائح الفقيرة، وواجه الواقع الأثيني أزمة خطيرة. ولحل هذا النزاع على أساس تسوية وسلام، جعلوا من صولون الذي قبلته الأطراف ووثقت بشخصيته حاكما بينهم، وذلك من أجل حل النزاع على أساس تسوية وسلام معين. كان صولون شاعرا وفقيها، وكان المفكر الرائد في أثينا آنذاك. أعاد صولون تنظيم شكل الحكم الأثيني، وأدخل شرائح اجتماعية من الطبقات الدنيا والوسطى في الإدارة الديمقراطية، وحظر بيع الناس وعائلاتهم الذين كانوا يباعون كعبيد تحت وطأة الديون الثقيلة. وهكذا طور تلينا بين الطبقات الاجتماعية الدنيا والطبقات العليا، وقربها من بعضها البعض، ووفر مصالحة اجتماعية من خلال القضاء